الولد ده لما بيشوف الراجل ده بيتخض وبيفضل يصرخ وبقول الحقوني الراجل الاسود عايز يخطفني، وبقول له انت بتقول لي كده، وبقول له امه قالت لي الناس السوداء بيخطفوا الاطفال. بعد كده بتيجي امه وبتقول له ابتعد عنه، وبتقول له مش هسمح لك تقرب من ابني، وبقول له انا ما كلمتوش، وبتقول له الناس اللي زيك ما ينفعش يقربوا من ابني، وبقول لها انت فاكر ان الحراميه بيلبسوا كده، وبتقول له من الفلوس اللي بتسرقوها، وبقول لها انا زهقان على ابنك عشان هيكبر مع ام زيك. بعد كده بيكون قاعد مع مدير الشركه والبنت اللي زعقت معاه بتدخل وبيستغرب من صوتها وبيلاقيها هي، وبتقول له بيعمل ايه هنا ده، وبقول لها انتوا الاثنين مرشحين لي محلل البيانات، وبتقول له اسفه اني جايبه ابني بس عشان عندي مشكله في الفلوس، والمدير بيقول هتشتغلوا انتوا الاثنين كنظام تجريبي اللي احسن هو اللي هيكمل. والبنت بتسال المدير وبتقول له انت متاكد ان هو عنده خبره كافيه للوظيفه دي، وبيقول له اه طبعا هو اتخرج من جامعه كبيره جدا او طالع الاول. بعد كده بقول لهم يلا ابداوا شغل. بعد كده بتروح له بتقول له انا عارفه انك كذبت عليهم وقلت لهم كلام غلط وانك اصلا مش متخرج من الجامعه دي، وبتقول له عادي الناس اللي زيك دايما بيكذبوا. بعد كده بتروح عند ابنها بتسمع صوت جوني بيكلم ابنها وبتكون